السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل أحلى عيش يتاكل بيه جميع أنواع الأكل، عسل بقى، طحينة، مربات، حلو حادق، الموجود. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ مع بعض الفيديو. هنا بقى معانا المقادير. هنا كوبايتين دقيق مصفيهم كويس اوي، يعني نخلتهم كويس اوي، عليهم ذرة ملح. انا مستخدمة دقيق فاخر، دقيق الكوثر متعدد الاستخدامات. هنا بقى معانا خميرة جافة، هنحط منها نص معلقة. كوبايتين دقيق ليهم نص معلقة. حابة تضعفي الكمية بتزودي، حابة تقلليها بس دي يعني بتهيألي اقل مكونات. هنا عليهم نص معلقة سكر عشان الخميرة بتاعنا والتفاعل. هنا بقى البيضة دي اختياري، بس بتوديلك العيش ده في حتة تانية خالص. هنقلبهم كده ونخلطهم كويس مع بعض. ومعانا هنا برضو ربع كوباية لبن. حابة تستخدمي الكمية بتاعتك مية بس عادي، مفيش مشكلة. انا استخدمت ربع لبن ونص كوباية مية، بتهيالي اخدت معايا. هنا بقى هنستخدم ايدينا. هنا بقى هنحط يجي معلقتين زيت كده. ودي المية بتاعت العجينة، احنا عايزينها بتلزق، مش عايزينها قوامها رابط قوي، علشان تطلع معاكي قطنية جدا وهشة جدا وبجد تحفة. هنكمل كده عجن مع بعض. العجينة بقى عايزاك تشد فيها كده لحد ما المطة اللي هتشوفوها كده وانا بعجن تمط معاكي كده وانت بتعجنيها، عشان تبقى ناجحة ومضمونة منك. شايفين انا بعمل فيها ازاي عشان تمط معايا وتتخدم صح في نفس الوقت برضو. شايفين المطة دي بقى؟ كده العجينة بتاعتي بقت خلاص مظبوطة. هحط بس كده معلقة زيت علشان اعرف اسيبها تسيبها من ايدي. و اها، كده العجينة بقت جاهزة معايا. هنغلفها بقى بستريتش راب ونسيبها تختمر لمدة تلت ساعة، نص ساعة كده، على حسب ما هتسيبيها بقى تختمر معاكي وعلى حسب الخمير. انا الصراحة سبتها ترتاح بس، يعني ما غيبتهاش في التخمير. حطيتها بين ربع ساعة، من ربع ساعة لتلت ساعة. كل ما فضلت كل ما بقت احسن، وكل ما الكمية بتاعتها اتضاعفت. زي هنا ما قلتلكوا انا ما سبتهاش كتير، يعني يا دوبك ارتاحت بس من العجن ولمتها كده. وهنكورها لأربع كور زي ما انتي حابة بقى. انا عاملة الرغيف ولا هو كبير قوي ولا هو صغير قوي، بصراحة كان جميل. هنا بقى احنا هنجيب صاج، هنقرص عليه ونفرد فيه وناخد على طول من غير فرن. تحط في المقلاية على النار
هنحط في المقلاية بتاعتنا معلقتين زيت، هي المعلقتين دول بس، وهتسوي كل الاربع ترغيفة عيش اللي معانا او قرص. بجد كان احلى من العيش اللي هو بتاع الافران الشام. هنا بقى هنفرد 2 بس معاكم وهنحطهم على النار. هنا بقى واحنا بنسويهم، هنا الطاسة سخنت، هحط فيهم معلقتين زيت وهنزل عليهم على طول بالرغيف كده زي ما انتوا شايفين. هتاخديه على كف ايدك، هي العجينة هتبقى مط منك شوية بس احنا عايزينها بالقوام ده. هياخد لون من تحت كده وهنقلبه. هنا كان تنا مني بس فردته الحمد لله. هنغطي عليه بقى لحد برضو ما ياخد منك لون، وهنقلبه برضو عن الجنب التاني. هنا بقى انا كنت خلصت الكمية بتاعت، شايفين الجمال والحلاوة ولا السمك بتاعه معدي السنتي بجد، وعجينة هشة وقطنية جدا. بس معلش عشان كان لسه سخن مش عارفة امسكه اصلا. بجد عشان كان لسه سخن ما كنتش عارفة امسكه ولا اوريهولكوا برضو كويس. وعجينته هشة جدا وقطنية وطعمها جميل ويتاكل بيه حلو او حادق. ويا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد ان شاء الله.